في كلام او عن انه تركه يخرج من المستشفى، والمدير قبل 24 ساعه انه هو اللي تركه يخرج من المستشفى، مدير المستشفى، والمده اللازمه للافاقه والوعي. وفي نفس الوقت راح مقدم بلاغ تاني ضد الراقصه سما المصري التي اعلنت مؤخرا زواجها من البلكيمي سرا، وطالب ضروره اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه تجاه الراقصه لادعائها افتراءات كاذبه ادت الى تحقيره والاساءه اليه والنيل من سمعته وكرامته، وخاصه انه عضو مجلس شورى الدعوه السلفيه بالاسكندريه وعضو مجلس الشعب كما جاء في عريضه الدعوه. اذا الموضوع اصبح الان معروض على الراي العام. طيب، معانا على الهاتف الفنانه سما المصري، وهي التي اتهمها البلكيمي بانها بتفتري عليه. يا استاذه سما، مساء الخير. مساء النور يا فندم. ازي حضرتك؟ الحمد لله. البلاغ اللي مقدم ضد حضرتك بيقول افتراءات كاذبه ادت الى تحقير والاساءه والنيل من سمعه وكرامه عضو مجلس شورى الدعوه السلفيه بالاسكندريه وعضو مجلس الشعب النائب انور البلكيمي. تعقيب حضرتك ايه؟ اولا، هو سياده النائب راح قدم بلاغ بيقول الراقصه سما المصري. اولا بس انا عايزه اصحح معلومه، انا مش راقصه. ايوه يا فندم. ويمكن المعلومه دي انا ما اعرفش جابها منين. لكن انا بقول يا سياده النائب، اول حاجه لو انت تعرف ان انا راقصه وطلعت بحفلات لابسه بدله رقص، يا ريت تجيبها توريها لي. طب هو يعرف حضرتك منين اصلا؟ انا ما اعرفش هو يعرفني منين. انا نفسي عايزه اساله انت تعرفني منين عشان تقول عليا راقصه ولا ممثله ولا مطربه. امال ايه الكلام اللي اتقال ان حضرتك اعلنتي مؤخرا انك كنت متجوزاه سرا؟ لا، انا ما اعلنتش، والبلاغ اللي هو راح قدمه قال فيه ان انا اعلنت. انا برضه هقدم بلاغ ان هو كده بيشهر بيا، لان انا اتحداه واتحدى اي حد ان انا اعلنت ان انا متجوزه الراجل ده. دي حاجه تانية، انا لما سالت في الموضوع ده في الاول على بعض المواقع، مثلا منها كان يوم 21 مارس في اليوم السابع، رديت وقلت ازاي راجل ملتحي هيعرفني. دي حاجه. بعد كده كدبت برضه في المسا وقلت ان انا نفيت ان انا اعرف الراجل ده. حلو. هو دلوقتي جاي بيقول ان انا رحت قلت المواقع او قلت الجرايد كذا كذا. انت المفروض يا سياده النائب، علشان انت راجل فاهم في القانون كويس، المفروض انت لما بتقدم بلاغ بتقدم بمستندات. انت لو عندك مستندات تثبت ان انا قلت كده، يا ريت تتفضل بيها توريها لي قدامي قدام النيابه. دي حاجه. حاجه تانية، هو سياده النائب رايح يسبق يعني في النيابه ويقول ان انا بتهمها انها بتشهر بيا؟ لا، انا اللي هتهمه بقى ان هو اللي بيشهر بيا. هو انت علشان عضو في مجلس الشعب يبقى انت من حقك تتهم الناس جزافا من غير ما الناس تدافع عن نفسها؟ عندي سؤال يا استاذ سما. اتفضل. اشمعنى الفنانه سما المصري هي اللي حواليها هذا البلاغ والبلاغات المضاده والتشهير والافتراء والكذب وكل هذه الامور؟ ليه؟ والله يعني لو كان اصل الحكايه دي جت منين؟ لو كان سياده النائب يعرف مين اللي عمل فيه كده، اكيد يعرف مين اللي عمل فيا كده. لكن انا هتهم اي حد قدامي اقدر اثبت ان هو ورا الموضوع ده، ومنهم النائب نفسه. يعني هتهم النائب نفسه ان هو ممكن يكون ورا الموضوع ده. ليه؟ لان انا ممكن اكون هو شايف او بعض الناس شايفين من ارائهم، هم حرين، ان انا الفيلم اللي انا بقدمه ده فيه اباحيه زياده او فيه عري زياده، بس ما توصلش ان انت تشهر بيا في سمعتي. انا ماليش دعوه بالفيلم دلوقتي، انا سؤالي وبشكل واضح ومباشر، ايه هي طبيعه علاقه حضرتك بالنائب انور البلكيمي؟ ما هي طبيعه هذه العلاقه؟ مين جه هذا التقاطع ده جه منين؟ انا ما اعرفش التقاطع ده جه منين. يعني ليه انور البلكيمي مش سيد او محمد او علي او ابراهيم او اي حد تاني؟ ليه انور البلكيمي؟ وليه انا؟ طب وليه انت؟ مش اي واحده تانية. ليه؟ لان انا ليا فيلم بقول لحضرتك نازل في السوق، ناس كتيره منتقداه، وممكن يكون برضه مش عاجب سياده النائب. طب خليني اسال سؤال، حضرتك عمرك قابلتي النائب انور البلكيمي؟ لا، انا ما شفتوش قبل كده خالص. شفته في التلفزيون. حضرتك ما تقابلتيهوش وجها لوجه او قابلتيه في اي مناسبه؟ لا، ما افتكرش ان انا قابلته. مفيش اي نوع من العلاقه بين حضرتك وبينه؟
لا علاقه ايه؟ ان انا شفته يعني ولا ان انا اعرفه؟ تعرفيه؟ انا ممكن اكون شفته في مناسبه بالصدفه وانا مش فاكره، لكن انا اعرفه انا ما اعرفوش. حضرتك متاكده من هذا؟